ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا كنت راجعة هنا من الشغل بقى وقلت اشتري حاجة المصيف. هو الفيديو ده نازل لكم متأخر شوية، معلش بقى. وفي شوية فيديوهات تانية في مرسى مطروح. طبعا اللي يشوف الفيديوهات اللي على القناة، انا كنت في مرسى مطروح ولسه راجعة. ومعايا شوية بقى فيديوهات، معلش ملحقتش انزلها. هم كتير شوية. ده واحد منهم كان قبل السفر، كنت جاية من الشغل ورايحة اجيب حاجات المصيف. طبعا انا الاسبوع ده ما ينفعش بقى من غير اكل ولا شرب ولا تسالي ولا الكلام ده. فهنا بقى كنت راجعة من الشغل واخدها مشي كده، عشان كنت بفكر اجيب ايه واعمل ايه واسوي ايه، وايه اللي هيتجاب وايه اللي مش هيتجاب. فقلت كده اما ايه بدل مركب، اخدها مشي كده وافكر بقى. اول حاجة ابتديت بيها طبعا المقلة، لا غنى عنها في التسالي. لازم 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 في المصيف يبقى فيه تسالي. دخلت على المقلة بقى، قلت اما اجيب بقى كل الحاجات اللي انا بحبها. طبعا هنا انا كنت بصور لكم، انا ما كنتش ما جبتش سوداني. انا جبت لب، وجبت بونبوني، اللي هو التوفي ده، وجبت جبت لب ابيض، ولب سوبر، ولب سوري. جبت مجموعة لب كده، وكنت هنا بصور بقى، وحتى قلت له استنى كده شوية لما افكر انا عايزة ايه. كنت عايزة اخد الميلة والله كلها يعني، بس الاسعار هي اللي خلتني ما اخدش المقلة طبعا كلها يعني. الاسعار عليت جدا 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 في المقلة، خلتني بقى يعني خدت بقى ايه على قد كده، وخدت تمنات وربعات بس، يعني معرفتش اطلع بقى للنصات والحاجات دي. بس وهنا كان بيجيب لي بقى، كنت بقول له عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده، بس ما رضيتش ان انا اصوره عشان ما يتضايقش او حاجه. وكل ما اجي اقول له انا عايزه ده او حاجه، الاقي السعر يحبطني. فبرجع في كلامي اجيب منها ربع كيلو كده يعني. والكاجو هنا كان ب480، والبندق 380. فالاسعار كانت يعني صعبة قوي. حتى بقول له انا عايزه اخد، حرام عليك يعني. قال لي والله فداك يا استاذه، خدي اللي انت عايزاه. بس طبعا الكلام ده مش حقيقي. وكان هزار وكذب يعني. بس كده كان بيجيب لي بقى هنا التوفي. التوفي ده روعة بقى، هو بالفواكه، وتحفة تحفة تحفة. خرجت بقى من المقلة ورحت بقى ايه على اللبان. قلت بقى اما اخد بقى شوية جبن كده بينفعوا طبعا. خدت بقى جبنة رومي، وخدت جبنة بيضة. وهنا بقى كنت بصور لكم بقى هو عنده ايه. انا وقفت برضو قدام التلاجة، ما بقيتش عارفة ناخد ايه ولا ايه ولا ايه. كنت عايزة اخدهم كلهم والله. بس طبعا اللانشون ما ينفعش عشان ممكن يبوظ مننا في الطريق او حاجة، فخفت منه بصراحة. انا كنت هاخد لانشون بس خفت منه جدا. عشان الطريق طبعا بتاع مرسى طويل جدا وكده وانا خفت بقى يبوظ. فخدت جبن. وهنا بقى اتجهت بقى للتلاجة اللي فيها الرز بلبن ده، للاستعمال اللي هو اليومي يعني. ما كانش هاخده طبعا المصيف يعني. فتحت هنا التلاجة وكنت مش عارفة اخد ايه ولا ايه، خدت رز بلبن. المهم وانتهت على كده، ونزلت بقى من عند اللبان. فضلت ماشية كده قدامه بقى بالظبط ايه بتاع الفاكهة. دخلت على الفكهاني، قلت اما اخد ايه حاجات للمصيف، حاجات كده تكون ايه ناشفة وما تبص معايا، ما اخدش اي حاجة طرية خالص خالص خالص. دخلت هنا على المانجا، على الجوافة. قلت الجوافة طبعا ما ينفعش، المانجا الطرية ما تنفعش. الرمان طبعا هبقى في مصيف وماليش خلق ان انا اقشر رمان. البرتقان اخضر. دخلت هنا بقى على المانجا الناشفة. المانجا دي بقى كان بيقول لي اسمها فخر تقريبا. هي ناشفة جدا وعاملة زي الحجراية كده. ما جبت المانجا ودخلت على الصيدلية. دخلت على الصيدلية بقى، جبت ايه، جبت كل الأدوية اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. ليه بقى؟ علشان طبعا الطوارئ يعني، واحنا ما نضمنش برضو يجي مغص، يجي صداع، يجي وجع عايز مسكن.
كده يعني احنا عملنا كل الاحتياطات بتاعتنا، وجبنا ايه كل الحاجات اللي احنا تنفع واللي ما تنفعش. جبنا بقى ايه، جبت ادوية للمعدة، وجبت ادوية للصداع، وجبت ادوية لايه تاني، وجبت السكر الدايت بتاعي، وجبت ايه تاني. المهم كنت عمالة بقى ايه افكر كده، وابص يمين وشمال واشوف ناقصني ايه وهنا ايه. طب هاتيلي من ده، هاتيلي من ده. انا بصراحة خدت من كل حاجة شريط، لان هو اسبوع يعني ومش ايه، ومش هنطول هناك. تمام. وهو المفروض اصلا ان كان في صيدليات هناك، وكان في محلات هناك، وفاكهة وكل حاجة تتخيلها، بس انا بقى يعني غلطت الغلطة دي وخدت كل حاجة معايا من هنا. فان شاء الله المرة الجاية مش هعمل كده تاني، وهجيب بقى من هناك. يعني انا هناك في فتح الله وفي صيدليات وفي فاكهة وفي كل حاجة يعني. شلت شيلة من هنا بصراحة كانت صعبة جدا عليا، وندمت ان انا عملت كده. بس كده. هي بقى بتجيب لي دلوقتي الدكتورة الادوية اللي انا قلت لها عليها. وهنا بقى كنت بصور لكم يعني، كنت عمالة بقى امشي بالكاميرا يمين وشمال، مش عارفة اخد حاجة ما اخدش. طب ده عندي، طب ده ما عنديش، طب ده اخده، طب ده ما اخدهوش. طول ما انا ماشية بقى كنت بفكر. اليوم اللي قبل السفر ده بيبقى الواحد دماغه فيها 100 حاجة، ومش عارف ياخد ايه ولا يعمل ايه، وده هيكفيه ولا ده مش هيكفيه. طب ناخد ده، طب ده لأ، طب نسيب ده. يا ترى طيب ده ولا المعدة ده في افضل منه. كنت عمالة بقى اسأل الدكتورة يعني ده في افضل منه، طب ده كويس، طب ناخد ده، طب ده في ايه، طب ده عامل ايه كده يعني. انا طولت بقى في الصيدلية شوية. كنت بفكر كويس قبل ما اخد اي حاجة. وخدت معجون برضو اسنان، وخدت فرشة اسنان، عملت كل احتياطاتي يعني. نزلت بقى من الصيدلية وفضلت ماشية كده. انا ما برضاش اصور قدامي عشان ايه ما اجرحش الناس يعني. فضلت ماشية كده بقى لغاية ما وصلنا فين تقريبا. دخلنا عند المنظفات. محل المنظفات ده بقى صديقي. ده بقى انا بدخل فيه بندمج بقى. يعني لازم ادخل فيه اخرج منه. ممكن صرفة 200-300 جنيه يعني، ما في اليوم العادي، في اليوم العادي بس. لان الحاجة طبعا غليت، وهو عنده الحاجات مغرية جدا. يعني بتدخل بقى تلم يعني ما اقولكش بقى. انت بتدخل بتندمج بقى. بس كده قعدت برضو ايه الف بيمين وشمال كده بالكاميرا، اقول هاخد ايه هعمل ايه. خدت كل بقى الحاجات اللي ناقصاني. طبعا المنظفات الاريال والمنظفات الغسيل يعني. الاريال طبعا لا غنى عنه. خدت اوكسي الوان، وخدت اوكسي بلاك، وخدت اريال اللي هو الاشراقة ده. ريحته جميلة جدا جدا جدا، روعة. بيخلي الغسيل ريحته جميلة قوي. هو جل. وجبت الكيس ب10 جنيه كده لقيته هناك. وجبت مناديل طبعا، وجبت مناديل معقمة. وجبت جبت ايه تاني. وكنت عايزة صابون سايل بس للبيت عندي. جبت صابون سايل، وخدت طبعا نيفيا مزيل عرق، وخدت حاجات كتير يعني. المهم خرجت من عنده، رحت عند ايه الخضري. خدت خيار بقى. خدت خيار بقى وخدت طماطم. بس تكون ناشفة قوي يعني، هي كانت ناشفة جدا 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 عشان الطريق طبعا، وما تبص مني وكده. انا اول ما روحت هناك حطيتها في التلاجة طبعا. وحطيت الخيار في التلاجة، وخدت ليمون، وخدت بصل معايا. كل ده حطيته في التلاجة، ما عدا البصل. هو البصل كان بره عادي، ما بيحصلوش حاجة يعني. والخيار طبعا كان صابح كده زي ما انتوا شايفين. خدت بقى منه مش فاكرة بقى كيلو ولا 2 كيلو. هو الصراحة كنا بناكله جنب كل الاكل اللي احنا بنجيبه. يعني سواء اكلنا اكل جاهز ناكل خيار، اكلنا اكل في البيت ناكل خيار. ما هو ما اثرش معانا في حاجة خالص يعني. والله كان الراجل كويس وابن حلال. وهو طبعا مفيد جدا ومليان مية.
وانا بحبه جدا 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 بصراحة. انا كنت زمان ما بحبوش، بس سبحان الله دلوقتي بقيت بحبه يعني. المهم بقى ايه، خدت بقى ايه الحاجات وطلعت على السوبر ماركت. السوبر ماركت ده بقى برضو صديقي يعني، ده بقى ايه بدخل عنده ببقى مش عارفة اخد ايه ولا ايه. بصوا بلف كده حوالين نفسي عايزة اخد كل حاجة. عندك احساس وانت مسافر ان انت عايز تاخد كل حاجة والدنيا يعني انت خايف بقى الدنيا تبوظ منك، وان انت خايف الحاجة ما تكفيش، وان انت وبالعكس بقى الحاجة بتكفي وزيادة جدا وممكن ترجع بالباقي كمان. بس احنا اللي بنهول المواضيع على نفسنا. خدت بقى ايه، خدت طبعا لا ما خدتش بيض، انا كنت هنا بصور جبت البيض، لا ما خدتش بيض. خدت بقى ايه شوية حاجات كده، منهم بقى كاتشب، الكاتشب المحطوط ده. كاتشب ده حار تحفة 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 يعني، ما اقولكوش حاجة كده وهم بصراحة. هو عامل زي الهاينز بالظبط بالظبط، مفيش فرق بينه وبين الهاينز، بس هو ارخص كام جنيه يعني. بس انا بحبه عن نفسي يعني، جبته حار تمام عشان لو جبنا بانيه او حاجة او همبرجر بينفع قوي، او اكل برضو ديليفري. انا كنت بطلب هناك ديليفري. هو اسمه ايه، كريب. كنت بحط على الكريب يعني، جبت كريب بطاطس وكريب ستريبس كنت بحط عليهم. وجبت هنا نسكافيه عشان بحب النسكافيه البلاك قوي، بس هو ما طلعش بلاك طبعا يعني، انا ما طلع فيه كريمة بس. خدت كيسين ما كترتش يعني الحمد لله، عشان ما يترميش، لان انا مش بشربه اصلا غير بلاك خالص. وهنا كنت بفكر اخد حلويات، قلت لا يعني ايه، انا لا مش عايزه حلويات وكده. وكويس ان انا ما خدتش اصلا، لاني هناك اتهريت حلويات يعني. كنت باكل بقى رز بلبن وزلابيا من على من على الكورنيش، وكلت حاجات كتير قوي فيها حلويات يعني. هنا بقى كنت بلف كده مش عارفة بقى اخد ايه، مش عايزة اخد حاجة طرية عشان الطريق، وحاجة فيها لبن ممكن تبوظ من الحر بقى والسوبر جيت والكلام ده، فمش هينفع معايا ان انا اخد حتى زبادي حاجة طرية كده، مش هتنفع، ولا بيض طبعا. وهنا بقى كنت بلف كده بالكاميرا مش عارفة اخد ايه ولا هعمل ايه. المهم يعني، وجبت مربى وجبت علبة حلاوة وجبت حاجات شوية حاجات كده تنفع، واتحطت في التلاجة. وكان يوم جميل وهنا بقى كنت وصلت البيت، وبصوا العرق بقى، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.